تعالوا نعمل شعري وشعركم كيرلي بهدول الثلاث برودكتس، ونحكي شوي صغيرة عن القصص اللي عم تصير بحياتي ليتلي. اوكي اول شيء رح استخدم لوريال الفيف اكسترا اوردينري اويل 3 ضغطات لانه شعري شوي طويل. anyway ليتلي صرتوا بتعرفوا انه انا صرت مع بلينكس، يعني يا ريت بقدر احكي اكثر عن الموضوع، قريبا رح تعرفوا كل شيء عن بلينكس، حتحبونا كثير. وكمان انا مع اميريتس دروس وعندي شغلين. هلا رح استخدم من مارك انتوني الستريكت كيرلز، وبعدين على كل الشعر، بعدين بالمشط العريض بفرقهم بس شوي عن بعضهم، بعدين هيك هزة بسيطة بس لحتى يتشكلوا، لحتى تسمعوا هذا الصوت. شفتوا كيف طلع شيء من ايدي؟ تقريبا بلشوا يبينوا. بعدين اخر شيء رح نستخدم كمان من مارك انتوني الستريكت كيرلز، بس هذا السبراي. هلا انا احيانا بحط على ايدي دغري هيك او على الشعر، بعدين بالسشوار وهي الراس. هلا فيكم تتركون هيك لحتى ينشفوا مثل ما هن. فعليا هيك بيصيروا. بدي اخبركم يا انه اللي شعره مانو كيرلي اصلا ما بيزبط بهدول البرودكتس. في كثير قصص عم تصير بحياتي ليتلي، بس اهمها اني جبت ماي دريم كار. كثير فخور بحالي بالمرحله اللي وصلت لها. لسه معي لي سنتين قعدت ببيتي لحالي، البيت اللي انا عن جد كنت ناطر اني انا اقعد فيه. والحمد لله اهم شيء انه اهلي فخورين فيني، وانتم كمان عم تساعدوني بكل خطوه. بس بحبكم كثير، وثانك يو دائما انكم انتم جنبي. بشوفكم فيديو ثاني، ان شاء الله حبيتوا الكيرلز.